عاوز أشكركم إنكم بتقدموا الدعم وبتتفرجوا على الفيديو للآخر، وعلشان كده الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات للآخر أنا عامل لهم مفاجأة وهدية قيمتها 15,000 جنيه هيكسبها فائز واحد، وهيتعمل عليها سحب عشوائي هنا على القناة في لايف. يعني شكلها كده هتكون من حظك. فلوس 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 فلوس. بس لازم تعمل شروط المسابقة دلوقتي، اللي هي تكون عامل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتنزل تصلي على سيدنا محمد في التعليقات، علشان الجايزة المرة دي هتكون موبايل سامسونج جالاكسي A55 اللون الكحلي. فيلا بينا نبدأ الفيلم النهاردة، وما تنساش تتفرج على الفيلم للآخر علشان تكون من الفايزين. يبدأ فيلمنا النهاردة من الغابات في أفريقيا، وبالتحديد في أرض العزة، وبنشوف الحيوانات وهي متجمعة عند بيت الأسود، وسيمبا بيتكلم ويخطب فيهم، بيقول لهم يا أهل أرض العزة إن شاء الله ربنا هيرزقني بمولود جديد، علشان نالا حامل. الأرض دي أرض أبويا وجدودي وأرضكم أنتوا كمان. وبنروح لنالا اللي بتدور على مكان تولد فيه في وسط الغابة، ومستنية سيمبا يجيلها. كمان بنشوف أخف دم في الفيلم كله تيمون وبومبا، وهم رايحين يقابلوا سيمبا، وسيمبا بيطلب منهم ان هم يفضلوا قاعدين مع كيارا ابنه لحد ما هو يرجع، علشان هو هيروح لنانا علشان بتولد. بس بومبا بيقول له حد قال لك يا عم ان احنا ديدات في حضانه؟ وتيمون كمان بيقول له يا عم سيمبا انا ما بحبش العيال اصلا. سيمبا بيقول لهم يا شباب الست بتولد في الغابه، ما ينفعش اسيبها لوحدها، وفي نفس الوقت ما ينفعش اخد كيارا معايا، فبعد اذنكم زقوا معايا الليله، واهم حاجه ما تحكولهاش حكايات ولا تخوفوها. بومبا بيقول له طبعا طبعا امال طبعا. فتيمون بيقول لبومبا يا عم هو احنا اصلا حلتنا غير الحكايات؟ قال له يا عم اصبر بس لما هو يمشي ونقعد نحكي لها براحتنا. سيمبا بيقول لهم يا رجاله انا على فكره سامعكم، انتم ناسيين ان انا اسد ولا ايه؟ وبنشوف كيارا وهو بيقول لسيمبا انا خايف يا بابا من العاصفه اللي جايه، وعايز افضل معاك انت وماما. سيمبا بيقول له ما تخافش انا سايب معاك 2 وحوش يسدوا عين الشمس، تيمون وبومبا، وبيسيبه ويمشي. والتيمون وبومبا ما بيصدقوا يقعدوا يحكوا له حكايات رعب، وان قال ايه هم اللي ضربوا سكار ووقعوه من على الجبل. كيارا بيقول لهم ناقص كمان تقولوا لي ان انتم اللي اكلتوا لحمه. بيقولوا له اكنك كنت معانا بالظبط، دي كانت احلى حته لحمه كلناها في حياتنا. قال لهم غريبه اصل بابا كان بيحكي لي ان هو اللي هزم سكار. بيقولوا له انت عارف ابوه بيحب ينخع كتير ويكذب، بس حظهم كان وحش، حصل برق ورعد خلى جدتهم تتلبش، وخافوا واستخبوا مع كيارا، وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض علشان يغنوا اغنيه لكيارا. بس كيارا لما بيبص الناحيه التانيه بيلاقي القرد رفيق اللي مربي ابوهم، بيقول له ما تخافش يا قطتي انا جيت لك مخصوص عشان تبقى مطمن. كيارا بيقول له انا خايف من العاصفه. ضحك وقال له امال لو كنت شفت ابوك لما كان قدك كنت عملت ايه؟ ده كان بيترعب من خياله وبيستخبى في جدك لحد ما جدك علمه ازاي ما يخافش. قال له انا كان نفسي جدي يكون موجود علشان يعلمني زي معلم بابا. قال له يا سلام تعالى يا سيدي احكي لك حكايه جدك مفاسد واخوه سكار. وكيارا وتيمون وبومبا قعدوا يسمعوا الحكايه. بنرجع للزمن لما كانت الحيوانات مهاجره من ارض صحراء، وام مفاسه ايفا وابوه ماسيجو بيندهوا عليه لما بيقول لهم هو النور ده جاي منين؟ امه بتقول له ده جاي من ورا السحاب من عند اجدادنا من مكان اسمه ميليلي. ابوه بيقول له تخيل يا مفاسه لو المكان ده كله زرع وميه وحيوانات، انا عاوزك انت اللي تخلي المكان ده كده مش تتخيل بس. مفاسه بيلاقي الدنيا بتمطر وهو والحيوانات كلهم بيتجمعوا عند مكان الميه بتتخزن فيه، بس فجاه الميه بتبقى نازله كتيره جدا لدرجه ان مفاسه مش هيبقى عارف يخرج من المكان ده. ابوه وامه بيروحوا ينقذوه، وطبعا الميه بتبقى عامله زي الفيضان بتشيل اي حاجه قدامها، والميه جوه بتبقى عامله زي الدوامه. مفاسه وابوه بيبقوا عمالين يلفوا فيها، بس ابوه بيمسكه من رقبته وبيحدفه على مكان يعرف يطلع منه يروح لامه. ومفاسه وهو رايح لامه حظهم النحس ان في فيل بيتكعبل والميه بتزقه هو كمان، فبيخبط في السد اللي بيكون معمول وكلهم بيقعوا ويضيعوا من بعض، والميه بتفضل تزق في مفاسه لحد لما بيوصل لنهر بعيد جدا عن امه وابوه. بس هو نايم على جذع شجره، بينده عليه اسد من نفس سنه اسمه تاكا، بيقول له انت ايه اللي نزلك في النهر ده في تمساح هياكلك دلوقتي. وفعلا بيبقى في كذا تمساح بيجري عشان يروح ياكله. مفاسه بيقعد يحاول ان هو يعوم، ولما بيجي يطلع من النهر بيطلب من تاكا انه يساعده، ولما بيجي يساعده التماسيح بتبقى خلاص هتاكلهم. بس ام تاكا بتخوف التماسيح بصوتها وبتنقذ الاولاد، وبتقول لمفاسه انت ايه اللي جابك هنا؟ ارجع القبيله بتاعتك لان احنا ما بنقبلش الناس الغرب في القبيله بتاعتنا. بيقول لها بس انا تايه مش عارف ارجع ازاي، وبيحكي لها حكايته وازاي بعد عن امه وابوه.
بيصعب عليها وبتقول له تعالى معانا وامرنا لله، وعلى العموم انا اسمي ايشا. مفاسة بيقول لها اسمه. ولما بيرجعوا القبيله بيقابلهم الملك اوباسي وبيقول لايشا انت ازاي تجيبي حد غريب معاك القبيله. اوباسا بيبقى خايف من مفاسة ان هو يكبر ويسيطر هو على القبيله وبيجي يطرده من القبيله. مفاسة بيقول له بس ده ظلم، وبعدين انا قوي كفايه ان اعرف احمي نفسي. اوباسي بيقول له حلو الكلام ده، انا هشوف مين الاشطر انت ولا تاكا ابني. هعمل ما بينكم سباق، لو كسبته هتقعد معانا في القبيله ولو خسرت هتمشي من القبيله. واوباسي بيعمل السباق بين تاكا ومفاسة، بس اوباسي بيغش وبيكعبل مفاسة علشان ابنه هو اللي يكسب. بس مفاسة بيكمل جري وام تاكا بتقول له اوباسي ما تعطلوش. قال لها ابني لازم يكسب حتى لو بالغش. قالت له يبقى ابنك مش هيطلع راجل، خليه يعتمد على نفسه ويكسب هو. وتاكا ومفاسة بيكملوا جري لحد لما مفاسة بيجري اسرع من تاكا، وتاكا بيعمل فيه جميله وبيقول له انا هخليك تكسب عشان انا نفسي يبقى ليا اخ. وفعلا مفاسة هو اللي بيكسب وبيروحوا يلعبوا مع بعض وبيبقوا الاتنين اكنهم اخوات وبيلعبوا مع الحيوانات. وبنشوفهم لما كبروا لسه مع الحيوانات عمالين يلعبوا. لما راحوا عند شجره العيله الاسود كلها اتضايقت منهم وقالوا لاوباسي عيالك عمالين بيرخموا علينا، شوف لك حل فيهم. فبيطرد مفاسة وبيقول له روح اقعد مع الستات. وتاكا ما بيعجبوش الكلام، بيقول لباباه فيها ايه يعني لما يبقى معانا. وباسا بيقول له هيجي عليه وقت وهيخونك وهيبقى عاوز يبقى هو الملك. مفاسة بقى قاعد مع امه بتدربه على الصيد وبتعلمه يدرس كل فريسه من خطوه رجليها وريحتها. بس مفاسة بيقول لها الريحه دي بتفكرني بريحه ابويا وامي. ايشا بتقول له على فكره هم لسه عايشين، انت بس محتاج تدور كويس عليهم، والتدريبات اللي انا بدربها لك دي مفيش اي اسد راجل تاني يعرفها غيرك انت ومسيرك تبقى الملك. بيقول لها انا كده حر، كده احسن، مش عاوز ابقى من القبيله ولا اكون ملك. تاكا بيبقى واقف بيسمعهم. ولما ايشا خدت مفاسة تدربها على الصيد كان في عدو هم ما يعرفوش انه موجود شايفهم من بعيد وبيهجموا الاسدين على ايشا. مفاسة بيروح يهاجمهم وتاكا في غزاله وهي بتجري بتخبطه فبيقع على الارض. مفاسة بيشوف تاكا بيلاقيه خاف وجري. اسد يالا في ايه؟ ايشا ومفاسة بيقعدوا يتخانقوا مع الاسدين لحد لما مفاسة بيموت اسد منهم والتاني بيهرب. مفاسة وايشا لما بيرجعوا للقبيله بتاعتهم اوباسي بيلاقيهم تعبانين فبيسالهم ايه اللي حصل. ايشا بتقعد تحكي له على الخناقه وان لولا مفاسة كانوا الاسدين موتوها وتاكا هرب من الخناقه. اوباسي بيقول لمفاسة انا مديون لك بدين كبير في رقبتي بعد اللي حصل، ويبعت اسد يتاكد ان قبيله الاسدين دول بعيده. وبنشوف قبيله الاسود البيضاء وبنعرف ان اللي مفاسة قتله ده يبقى ابن الملك بتاعهم اللي اسمه كريتوس. وبيقول للاسد اللي رجع انت السبب انك سبت ابني يتقتل وهربت، انا مش هموتك، انا هخلي اهلك هم اللي يموتوه. طبعا بيبقى شايف الكلام ده كله الاسد اللي كان اوباسي بعته علشان يشوف القبيله دي. اوباسي بيقعد يفهم ابنه ان اللي انت عملته ده مش رجوله، انك تسيب امك وتجري المفروض انت اللي تحميها مش مفاسة. مفاسة مش ابنها واهو بقى مشيلنا جميله. والاسد اللي اوباسي بعته رجع وقال له الحق يا اوباسي الرجاله جايين علينا وناويين على الشر وعددهم اكتر مننا. اوباسي بيقول له خلاص يبقى الموت في القطره ستره وتشكر ما نحرمش. وبيخلي تاكا يهرب من القبيله هو ومفاسة علشان يحميه علشان ابنه اللي من صلبه ما يموتش. الصبح بنشوفهم وهم بيودعوا ايشا وبتقول لهم روحوا دوروا على ارض ميليلي عيشوا فيها. كيروتوس وصل هو والقبيله بتاعته عند قبيله اوباس وبيسالهم مين فيكم يا رجاله الملك. اوباس بيقول له هو خايف ما يخصكش مين الملك، انت جاي تتحداني وفي عهد بين الاسود وبعضها. كيروتوس قال له الكلام ده في الجنه، انا هنا الملك ومفيش غيري. والاسود البيضاء بيتلموا عليهم علشان يحاربوهم. تاكا هو ومفاسة بيبقوا بيجروا وتاكا بيبقى عايز يرجع علشان ينقذ اهله، بس مفاسة بيقول له الوقت عدى ما ينفعش خلاص نرجع، يلا بينا نكمل طريقنا. وعلشان هم ما بيجروش بسرعه الاسود البيضاء بيشموا ريحتهم وبيجروا وراهم. ومفاسة بيخاف من الميه فما بيعرفش ينط وبيقول لتاكا احنا لازم نواجههم مش هنفضل نجري كتير لحد لما الاسود البيضاء بيوصلوا. والملك بتاعهم بيقول لهم مين فيكم اللي موت ابني. مفاسة بيقول له انا اللي موتته وتاكا ده مش من العيله مالكمش دعوه بيه، بس بيقولوا له احنا كده كده هنموتكم انتم الاثنين. فبيجروا والاسود البيضاء بيجروا وراهم لحد ما بيوصلوا لاخر الجبل ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي. بس قبل لما يحاربوا الاسود البيضاء تاكا بيشد مفاسة من رقبته وبينطوا جوه الشلال، بس الاسود البيضاء ما بيسكتوش، في واحد منهم بينط وراهم بس لما بينزل ويقرب يوصل لهم في تمساح بيقوم واكله وبيروح يهجم على مفاسة وتاكا. وقبل لما يوصل لمفاسة وتاكا غصن الشجر اللي بيبقوا متعلقين عليه بيتكسر والتماسيح ما بتعرفش توصل لهم. لما بيطلعوا من الميه وهم بيتمشوا بيحس انه في حد بيراقبهم وبيطلع فعلا في واحده مراقباهم اسمها زورابي بتقول لهم انتوا مين وايه اللي جابكم هنا. تاكا بيعرفها على نفسه وبنكتشف ان معاها طائر اسمه زازو بيبقى ماشي معاها علشان يراقب
لها الطريق وهو بيطير وبيقول لهم شرفتونا الشويه دول، كملوا طريقكم يلا يا رجاله، بلاش لكاعه والنبي. زرابي بتقول لهم انتوا رايحين على فين؟ مفاسا قال لها احنا رايحين ميليلي. قالت له مفيش حاجه اسمها كده، ميليلي دي اسطوره مش حقيقيه وبيسمعوا صوت بعيد. مفاسا بيقول لها تعالى لما نشوف الصوت ده ايه، يمكن يكون اكل ونتعشى كلنا. وكمان بنشوف شجره القرود وبنعرف منها حكايه القرد رفيق، وانه يا عيني لما اتولد وعنده مشكله في رجليه، وانه بيعمل مشاكل كتيره في القبيله بتاعته، وبقيه القبيله مش حابينه وعايزينه يمشي. نعرف ان حكايته كانت زي حكايه مفاسا، ضاع من اهله برضه، وان مرات الزعيم هي اللي ربته، وبيقول لها ان هو هيمشي لان وجوده بقى بيعمل مشاكل وهيروح يدور على اهله. ونزل من الشجره، كان ماشي في الغابه بس بيلاقي في وشه مفاسا بس ولا اكنه موجود، ما بيخافش منه وبيسيبه ويمشي. فتاكا بيقول له انت مش خايف ناكلك؟ احنا اسود. قال له كني بس على الاقل مش هتعرف توصل لميليلي. مفاسا قال له انت رايح هناك؟ قال له ايوه واخويا مستنيني هناك. زرابي بتقول له واحنا ليه نثق في قرد؟ بيقول لها لازم تثق فيا، ده لو عاوزه تكوني اميره. اما مفاسا قايل له خلاص يا عم احنا هنعمل معاك اتفاق، انت توصلنا لحد هناك واحنا مش هناكلك ونحميك. قال لهم لا. تاكا قال له ده انت بارد، وكان هياكله بس مفاسا منع. رفيق قال لهم خدوا بالكم انا لوحدي ممكن اتاكل زيكم، بس لو احنا كلنا مع بعض هنعرف نحمي بعض. وبيمشوا كلهم مع بعض في طريقهم علشان يروحوا ميليلي. وبنرجع لكيارا وهو بيبص للسماء وبيقول لباباه ومامته لو سامعيني يا ريت ترجعوا البيت بسرعه علشان انتوا وحشتوني. ورفيق بيروح له يقعد معاه وبيساله هو ليه ممكن حد يكرهني؟ لان مش كل الناس هتحبك تبقى ناجح، في اللي هيحب يشوفك وانت بتخسر او وانت تعبان، لدرجه ان في ناس انت بتحبهم وهم بيحبوك هيأذوك وهيسببوا لك الم، هيخلوك تكرههم وتكره كل حاجه حتى نفسك. ورفيق بياخد كيارا في حضنه. مفاسا بقى كان بيحلم بابوه وامه، ولما صحي لقى رفيق قاعد في نص الميه. قال له انت قاعد كده ليه؟ رفيق قال له بفكر في حياتي اللي زي حياتك، وان انت ضعت من اهلك وانت صغير علشان كده بتشوفهم في احلامك على طول ودايما بتخاف من احلامك. مفاسا قال له عندك حق، انا حتى حاسس اني ضايع من غيرهم، وحاسس ان الحلم ده مش هيتحقق واني مش هعرف اشوفهم تاني. رفيق قال له خد بالك امك بتوريك الطريق بس عن طريق احلامك وهي مستنياك، انا هغطس شويه على ما الباقي يصحوا. الصبح يوصلوا لنهايه الجبل. مفاسا بيقول لهم احنا لازم ننزل نتمشى من تحت الجبل علشان ما يشوفوناش. زرابي بتقول له وايه اللي يخلينا نمشي من تحت؟ قال لها انا شامم ريحتهم، وابتدى يعلمها اللي ايشا كانت بتعلمه له، وفعلا هي كمان بتشم ريحتهم وبتقول لهم مفاسا صح احنا هننزل نتمشى من تحت. والاسود البيضاء شموا هم كمان ريحه مفاسا وعرفوا ان هو مش لوحده وان معاه زرابي ورفيق. وتاكا اعترف لمفاسا ان معجب بزرابي، ومفاسا بينصحه ازاي يعترف لها ان هو معجب بيها. وفعلا بيروح عشان يقول لها انا معجب بيك، لكن لما بيطلعوا من تحت الوادي بيلاقوا قطيع افيال ماشي، ومن وراهم بيكتشفوا ان الاسود البيضاء موجوده على الناحيه التانيه ونطوا عشان يوصلوا لهم. مفاسا قعد يطلب من الافيال ان هم يساعدوهم، وزرابي قررت ان هي تخلي الافيال تجري، فضربت عش نحل وقعته في نص القطيع. والنحل طبعا قعد يقرص في الفيله وجريوا وبقوا بيدوسوا على اي حد قدامهم، حتى الاسود البيضاء بقوا بيشوطوهم ومفاسا كمان. بس هو عرف يطلع على شجره هو والقرد، وزرابي وقعت من على الشجره والافيال خبطتها واغمى عليها. مفاسا اتحمق عشانها ونزل ينقذها، وتاكا شافه وعرف ينقذها، وباقي الاسود البيضاء ما عرفوش يعدوا وجريوا علشان يلحقوا يلفوا ويروحوا من طريق تاني. ورفيق كان ماسك في جذع شجره، الجذع انكسر ووقع بيه، ومن ساعتها الجذع ده بقى هو العكاز بتاعه. مفاسا راح عشان يفوق زرابي، ولما سالتهم مين اللي انقذ حياتي مفاسا قال لها تاكا، مرضيش يقول لها ان هو اللي انقذها، وتاكا بيشكره انه عمل كده. ورفيق بيوصلهم لاول الجبال بتاعه التلج اللي بعدها هيلاقوا ميليلي. ومفاسا بيساله قال قول لي يا رفيق انت كام حلم حلمته اتحقق معاك؟ رفيق بيقول له ما بعدش يا جيمي. بهزر معاك ولا واحد منهم يابو السقاسيق. مفاسا بيقول له سقاسيق يعني انت مشحططنا وراه وانت ماشي بالبركه؟ رفيق قال له هو في احسن من البركه؟ بص انا هقول لك انا بحس بايه، بحس ان اللي بحلم بيه بيتنفذ فبكمل فيه، بس السؤال بقى هنا انت بتحس بايه؟ وبيكملوا طريقهم في المشي. مفاسا بيطلب من زازو ان هو يرفرف بجناحات على بصماتهم علشان التلج يغطيها والاسود البيضاء ما يعرفوش يوصلوا لهم. وفعلا الاسود البيضاء لما بييجوا يطلعوا على الجبل ما بيعرفوش هم مشوا في انهي طريق علشان زازو خبى اثرهم. مفاسا بالليل بيقعد يتكلم مع زرابي وبتقعد تقول له انت اللي شميت ريحه الاسود البيضاء، انت اللي بتعرف تشم، يبقى انت اللي عرفت ان انا ريحتي حلوه. وبيشوفهم تاكا وبيغير لان بيسمعها بتقول له انت اللي شجاع والمفروض تكون انت الملك، هو ما انقذنيش وسمعتك وانت بتقول لي مسكتك يا زرابي. مفاسا بيقول لها دمه هو دم الملوك مش انا. قالت له وانا عاوزاك انت مش هو. وبيقعدوا يحبوا في بعض شويه. تاكا بيبقى شايفهم وساعتها بيقرر انه يتخلى عن مفاسا وانه ما يقولوش اخويا تاني، وبيتزحلق
بيزحلق من على الجبل وهو ماشي وبيقع في مكان قريب من الاسود البيضاء، وبيروح لهم برجليه ويقول لهم انا جاي عشان اساعدكم واقول لك مين اللي قتل ابنك يا كريتوس، وهو كمان اللي انتصر عليه وخلاك مزنوق هنا في التل. مفاسا هو اللي عمل كل ده، وانا الوحيد اللي هعرف اوصلك ليه، والمليلي انا الفرصه الوحيده اللي قدامك انك توافق عليها. كيروتوس بيطلب منه ان هو يبقى معاهم، وتاكا الخاين بيوافق. والصبح تاكا بيرجع لمفاسا وبيقول له انا بشكرك انك خليت بالك مني، وبيكملوا مشي. بس تاكا بيحط علامه وهم ماشيين على الحجر علشان الاسود البيضاء يعرفوا الطريق. مفاسا والناس اللي معاه بيوصلوا مليلي وبيشوفوا قد ايه ان هي جميله جدا، وكلهم بيقعدوا يلعبوا مع بعض الا تاكا. الغيره عنده بتبقى بتاكله من مفاسا. ورفيق بيجري على طول على الشجره اللي كان بيحلم بيها، بس ما بيلاقيش اخوه اللي كان بيحلم بيه ولا اهله. وبيقول لمفاسا انا ما كنتش بشوف اخويا فعلا ولا اهلي، انا كنت بشوفك انت يا مفاسا. والحيوانات بتروح لمفاسا وبيقولوا له خلي بالك احنا عارفين حكايتك وانت كده بتشكل خطر علينا، الاسود البيضاء لو جت هياكلونا. بيقول لهم لا ما تقلقوش، هم ما يعرفوش ان احنا هنا. اصلا مفاسا ما يعرفش ان اخوه خانه. وبيلاقي فعلا الاسود البيضاء وصلوا. مفاسا بيستغرب هم وصلوا ازاي، وبيقعد يقول لبقيه الحيوانات ما تخافوش منهم، احنا اكتر منهم واقوى منهم. كيروتوس بيقول له اسمع يا مفاسا، كده كده انا هموتك واخد بطار ابني، وبعدها هنسيطر على كل المملكه وابقى انا الملك. مفاسا بيقول لرفيق ركز بقى عشان نختصر الليله دي. لما انده عليك خليهم كلهم يتجمعوا. كيروتوس بيقول للاسود اللي معاه في اسود تانية موجوده هنا، شوفوا ايه نظامهم. وايشا بتسيب مفاسا وتروح تتكلم مع باقي الحيوانات. مفاسا بيطلع هو وتاكا للاسود البيضاء علشان يحاربوهم، بس الملك بتاعهم بيقول له انا لولا اخوك ما كنتش عرفت اوصل هنا. فمفاسا بيعرف ان اخوه هو اللي خانه، فبيساله انت ليه عملت كده. تاكا بيقول له لان انا ابن الملك والمملكه دي المفروض تكون بتاعتي، ده حتى ايشا اختارتك عني زي ابويا وامي، انا اخترت ان مصيري معاهم. كيروتوس بيقول لمفاسا كل ده كان من نصيب ابني وانت موتته، بس دلوقتي كل ده هيكون من نصيبي انا. والخناقه بينهم بتبدا وبيضربوا بعض. ولما مفاسا بيوصل على طرف الجبل كيروتوس بيهجم عليه، بس مفاسا بيعرف يزقه ويوقعه من على الجبل. ايشا بتروح تقول للاسود اللي موجودين ما ينفعش تكونوا لوحدكم، لازم تحاربوا معانا ولازم كلنا نبقى ايد واحده والا هياكلونا ويسيطروا هم كمان على المكان. مفاسا ساعتها بيقعد ينده على كل الحيوانات وكلهم فعلا بيبصوا له، فبيقول لهم انا عارف انكم خايفين، بس لو فضلنا خايفين منهم هم اللي هيعرفوا ينتصروا علينا، خليكوا واثقين فيا، لو بقينا كلنا ايد واحده هنقدر نهزمهم. هم دلوقتي جايين عشان يموتوني، بس بعد ما هيموتوني هيبتدوا يموتوكم انتوا كمان. ميليلي ده بيتنا احنا مش بيتهم، لازم تدافعوا عن ارضكم ووطنكم، اوعوا خوفكم ينتصر عليكم، انتوا قدها وهتقدروا عليهم. وفعلا الحيوانات بيقولوا كلامه صح، احنا لازم كلنا نبقى ايد واحده ونقف مع مفاسا. وبيبتدوا ان هم يهاجموا الاسود البيضاء. كيروتوس بيبقى طالع على الجبل تاني، والاسود اللي معاه بيتكاتلوا على مفاسا وبيوقعوه من على الجبل، بس بيقع جوه كهف في الجبل. مفاسا بيلاقي نفسه جوه الكهف اللي فيه بحيره، وبيقعد يقول لتاكا اخوه ساعدني، بس كريتوس بيهجم عليه وبيكملوا ضرب في بعض. وتاكا وهو بيتفرج بيفتكر ايام لما كانوا صغيرين وبيلعبوا مع بعض. تاكا بيقرر يعمل حاجه شجاعه. حاول تعمل حاجه صح. لما كان كيروتوس هيموت مفاسا تاكا بينط وبيلحقه، بس بيتخربش في عينه الخربوش اللي كلنا عارفينه بتاع سكار، ويقول له كريتوس ما تموتوش. وبيقرر هو ومفاسا انهم يتحدوا، وفعلا الاتنين بيحاربوا كريتوس مع بعض. بس فجأة رفيق بيلاقي الارض بتتهز بسبب الافيال، فبيعرف ان هيحصل زلزال والجبل هيتهد. وفعلا الجبل بيبتدي يتهد والاسود البيضاء بتقع من عليه، والارض اللي كريتوس ومفاسا واقفين عليها بتقع، والاتنين بيقعوا في البحيرة وبيقعدوا يضربوا في بعض تحت المية لحد لما مفاسا بيلاقي صخرة كبيرة هتقع عليهم، فبيزق كريتوس تحتها ويبعد هو، فالصخرة بتاخده وتنزل بيه وتموته. مفاسا بيقعد يطلع من المية، وتاكا بيبقى بيبص على المية فبيلاقي مفاسا طالع بس بيجري عند آخر حتة وما بيعرفش يطلع، فتاكا بيمسكه وبينقذه ويطلعه تاني. وييشا بتشوفه وبتنزل له وتاكا بيهرب. مفاسا لما طلع من الغابة الحيوانات كلها كانت عمالة تقول له مفاسا هو الملك وبيحيوه، بس هو بيقول لهم لا أنا مش الملك، الملك هو أخويا تاكا. رفيق بيقول له الحيوانات وثقت فيك، انت اللي عرفتهم يعني ايه يتحدوا ويبقوا ايد واحده، ومفيش حد يقدر يعمل كده غير الملك، وانت لازم تبقى ملك مليلي. مفاسا بعدها شم ريحه ابوه وامه، ولما جري لقى امه بتقول له اخيرا لقيتك يا نن عيني، الحمد لله على سلامتك، انا قلت برضو انك هتيجي مليلي. ولما بيسالها عن ابوه بيعرف انه للاسف مات لما كان بيحاول ينقذه وهو صغير. وتاكا بيقول له سامحني يا مفاسا، بس مفاسا قلبه كبير ويقول للحيوانات طالما اخويا هنا يبقى لازم يكون ليه مكان معانا هنا. تاكا بيقول له
هو انا لو هفضل هنا قول لي بعد كده يا سكار علشان افضل فاكر الخيانه بتاعتي. رفيق بيقول له يا عم ما عيلتك اهي موجوده كلها، يعني انت طلعت ليك اصل وفصل، يعني رسمي انت الملك، اطلع وعرف الحيوانات كلها. وفعلا بيطلع يقف على الصخره وينده على كل الحيوانات بصوته، وكل الحيوانات بتحييه. وبنرجع لكيارا اللي احنا نسيناه، بيقول لرفيق انا نفسي اشوف جدي، قال له اندهله في السماء وانت هتشوفه. وبيطلع هو كمان على الجبل وينده على جده في السماء، فبيظهر له على شكل سحاب وبيشوف سيمبا وهو جاي من بعيد وبيجري عليه. ولما بيسأله على امه بيلاقي امه بتنده عليه بتقول له ده اخوه حبه. وكيارا بيقول له اهلا اهلا، تعال احكي لك حكايه الملك العظيم مفاسا، وطالما وصلت لهنا عاوزك تصلي على سيدنا محمد في التعليقات علشان تبقى الفائز بالجايزه وتعمل اهم حاجه الشروط بتاعه المسابقه. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، ولو حابب تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه عشان اعمله لك، ده هيبسطني جدا. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم.